لو دخلت على الفيديو ده فانا حابب اقول لك مبروك، لان انت على وشك انك تعرف افضل طريقه في 2026 تنزل بيها ان ان على جهازك مجانا 100%. اغلب الطرق اللي هتلاقيها على اليوتيوب بيخلوك تعمل لوكال هوست ان ان على دوكر. الكلام ده بيشغل لك ان ان بس بيبقى فيه مشاكل، منها ان الويب هوكس مش هتشتغل عندك، وفي كريدنشالز مش هتعرف تحطها في تولز، والاسوأ من كل ده ان انت محتاج تفضل فاتح الجهاز بتاعك طول الوقت هو ودوكر علشان ان يشتغل. لكن الطريقه اللي انا جايبها لك بتخليك تشغل ان طول الوقت حتى لو انت قافل دوكر او قافل جهازك، وبتخليك تشغل الويب هوكس وكل الكريدنشالز بالظبط اكنك على نسخه ان كلاود بس مجانا 100%. اعمل لايك وسبسكرايب واتفرج على الفيديو ده لاخره، لان فيه كميه معلومات كتيره وخطوات لازم تمشي عليها بالترتيب. تابع معايا وركز عشان تعرف تشغله عندك بدون اي مشاكل. يلا بينا يا شباب نخش على الشرح على طول. اول خطوه عندنا ان احنا هنخش على جوجل عادي جدا، تخش وهتكتب دوكر ديسكتوب، وهتخش على الاختيار الثاني اللي بيقول لك تنزل دوكر على الويندوز. بعد كده يا شباب يفتح لك الصفحه دي، هتخش عادي جدا وهتدوس على اول اختيار عشان تنزله عندك، وهيبدا التحميل بتاعه. انا طبعا منزله فمش هنزله تاني، بس انت بعد كده هتنزله عادي وهتسطبه. الموضوع ما فيهوش اي حاجه يعني، هتلاقيها خطوات سهله. بعد ما تسطب دوكر عايزك تفتحه وتفضل فاتحه، مش هنعمل اي حاجه جواه، انت بس هتفتحه عادي جدا وهتسيبه كده، وهنخش على التيرمينال هنعمل كام خطوه هناك علشان ينزل ان على دوكر. بس قبل ما اخش على التيرمينال خليني اوريكم بتخش عليها اصلا ازاي اللي ما يعرفش يعني. انت بتيجي عندك على الجهاز في السيرش تحت اهو، هتدوس كده وهتدوس وهتكتب في السيرش يا اما ويندوز باور شيل يا اما هتكتب تيرمينال، وهيطلع لك واحد فيهم. انا هستعمل هنا ويندوز باور شيل، انت تقدر تستعمل تيرمينال، نفس الخطوات يعني مش هتفرق. بس خلينا ندوس على ويندوز باور شيل وهتفتح معاك يا شباب زي ما انتم شايفين كده. يبقى ده منظرها، كل اللي هتعمله بس ان انت هتكبرها وهتكتب بقى هنا الحاجات اللي اقول لك عليها. وده يا شباب هيبقى اول كوماند انت عايز تكتبه في التيرمينال عندك، اللي هو دوت دوكر فوليوم كرييت ان داتا. ولو انت عايز تعرف الكوماندز دي هتجيبها منين، لان احنا هنكتب حاجات كتير قوي في التيرمينال الفيديو ده، فانا هسيب لك لينك في اول تعليق او في الديسكربشن تقدر تنزل منه فايل هيبقى فيه كل الكوماندز اللي احنا هنستعملها في التيرمينال وكمان بالترتيب بتاعها. فما تقلقش خالص من الكوماندز دي اللي احنا هنستعملها دلوقتي، انا عايزك تتفرج على الفيديو وتفهمه وتفهم الخطوات، وكده كده الكوماندز كلها تاخدها كوبي بيست بالترتيب من الفايل اللي تحت ده ان شاء الله. فبعد ما بتكتب اول كوماند بتدوس انتر، وبعد كده بيطلع لك ان داتا ديت، ده كده معناها ان الدنيا تمام، واحنا ممكن نخش على الخطوه اللي بعديها. الخطوه اللي بعديها هي كوماند برضو انا باخده كوبي بيست عندي من النوتس، وهسيب لك اللينك زي ما قلت لك تحت. ودوت اهو تاني كوماند هتحطه، وبعد كده هتدوس انتر برضو وهتستناه يعمل الكوماند اللي انت طلبته. طبعا هو بيروح هنا وبينزل حاجات، بعد ما ينزلها هرجع لكم وهنكمل بقى نشوف هنعمل ايه. دلوقتي يا شباب انا رجعت لكم بعد ما التحميل خلص، تقريبا خد حوالي ربع ساعه او 10 دقائق. المهم بعد ما بيخلص بيجي لك يو ار ال تحت اللي هو اتش تي تي بي ريكويست لوكال هوست 5678 ده، عايزك تاخده كوبي. علم عليه كده وتاخده كوبي كنترول سي، وهتروح على اي براوزر عندك عادي جدا. هفتح كروم مثلا وهعمل بيست عشان نخش ونشوف اصلا ايه اليو ار ال ده عباره عن ايه. هتفهم معايا دلوقتي احنا بنعمل ايه. ودي بالمناسبه هي الخطوه اللي الناس بتوقف فيها، يعني اغلب اليوتيوبرز لما بيقول لك شغل ان مجانا بيوقف على الخطوه دي، لان احنا دلوقتي هيفتح لك ان زي ما انت شايف قدامك اهو ان مفتوح، ولكني لو قفلت دوكر دلوقتي الصفحه دي هتقف ومش هتشتغل. انا دوكر شغال تحت ولو واخد بالك، لو قفلته الصفحه دي هتقف. المهم احنا هنخش هنا وتسجل عادي. انا هعمل سكيب للحته دي، انت هتخش بايميلك والنيم والكلام ده كله، موضوع بسيط يعني، بس هنسكيب علشان وقت الفيديو ما يبقاش طويل قوي. بعد ما بتسجل يا شباب زي ما قدامكم واضح، بتخش بيدخلك على ان عادي جدا. دلوقتي اقدر ادوس مثلا بيلد ورك فلو هيفتح لي ان واقدر اعمل اي حاجه انا عايزها بقى في ان. ولكن طبعا زي ما قلت لك لو قفلت دوكر مش هيشتغل، لو قفلت جهازك مش هيشتغل. اي اوتوميشن مثلا انت حاطه عامل له ببلش وقفلت الجهاز بتاعك، الاوتوميشن ده مش هيشتغل تاني غير لما تفتح دوكر وتفتح الجهاز. وفوق كل ده الويب هوكس مش شغاله، وعندك الكريدنشالز معينه مش هتعرف تحطها علشان ده زي ما انت شايف مكتوب فوق لوكال هوست، ودوت مش معمول له يعني مش معمول له ببلش على الانترنت، فاهم يعني؟ ما تقدرش مثلا تدخل تربط اداه مثلا زي جوجل شيتس بحاجه مش موجوده على الانترنت اصلا، ده موجود بس على جهازك اللوكال هوستنج ده. فدلوقتي انت تقدر تقفل دوكر وتقفل ان وهنخش على الخطوه الثانيه اللي هي اوراكل، وبعد ما نخلصها باذن الله هيبقى شغال عندك 24 ساعه، سواء انت قافل جهازك او مش فاتح دوكر هيبقى شغال برضه عندك. يعني دلوقتي قفلت التيرمينال وقفلت دوكر وقفلت الصفحه اللي كان عليها ان وانت برضه تقدر تقفلهم لو انت بتنفذ الخطوات معايا يعني، تقدر تقفلهم دلوقتي. وهنخش على اللينك اللي انا برضه هسيبه لك في الفايل اللي قلت لك عليه. هنخش على اللينك دوت اللي هو oracle.com middle east cloud free، هندوس انتر. بعد كده هيدخلك على الصفحه دي. الصفحه دي عايز تدوس فيها على start for free اللي هي هنا دي. بعد كده يطلب منك انك تملى بياناتك، هنا تختار الكونتري، هنعمل ايجيبت عادي جدا، وهتحط النيم وهتحط اللاست نيم وهتحط الايميل بتاعك عشان هنعمل له فيريفيكيشن بعد كده. فانا هرجع لكم بعد ما املى الكلام ده. بعد ما بتحط بياناتك وبتعمل فيريفاي للايميل بيبعت لك على الايميل اللي انت حطيته الميل دوت. هتيجي عايز تخش هنا وتدوس على ديت، وبعد كده هتكمل تسجيل. هوريكم الوقت هيطلع لك ايه.
هيطلع لك باسورد تعمله وتعمل له كونفيرم. وهنا انت عايز كاستمر تايب دي عايزك تخليها individual. تمام. وهنا بقى تحط الهوم ريجن. طبعا الباسوردز انت تقدر تحط هنا اي باسورد انت تحبه عادي، والخطوه دي سهله يعني. الهوم ريجن بقى هي اللي مهمه، لان انت مش هتلاقي مصر لو قلبت، فاحنا هنعملها على اقرب حاجه لينا اللي هي السعوديه. هتيجي هنا على سعودي ارابيا وهتعملها على الرياض سنترال دي. تدوس عليها كده وهتدوس على البوكس دوت تعمله تشيك. وبعد ما تحط الباسوردز والحاجات بتاعتك هتدوس كونتينيو. هكمل الخطوات دي وارجع لكم دلوقتي يا شباب. بعد ما مليت الخطوات هدوس كونتينيو عادي جدا اهو. بعد كده يطلع لك الصفحه دي اللي بتحط فيها العنوان بتاعك والبوستال كود والسيتي، وتحط رقم تليفونك وبتحط فيزا. الفيزا دي مش بيسحب منها فلوس ولا اي حاجه، وبس حاططها عشان الفيريفيكيشن، واحنا مش هنستعملها في اي حاجه بس غير خطوه الفيريفيكيشن، يعني ما تقلقش مش هيسحب منك فلوس. هروح انا املى بقى كل التفاصيل دي واحط الفيزا وارجع لكم. بعد ما مليت البيانات دي يا شباب بدوس كونتينيو عادي، وبعد كده يفتح لك الصفحه دي وهي اللي بتحط فيها الفيزا. هتدوس اد بيمنت فيريفيكيشن ميثود. بعد كده يفتح لك الصفحه اللي قدامك دي، هتدوس على كريدت كارد. وبعد ما يفتح لك دي هتيجي تنزل تحت تختار فيزا، وهتحط بقى التفاصيل بتاعه الفيزا بتاعتك وهتدوس فينيش. بعد ما بتحط بياناتك وتدوس فينيش انت كده خلاص خلصت الخطوه دي وسجلت على اوراكل كلاود والدنيا تمام. وخليني برضه اعرفك حاجه عشان ما تتخضش، يعني لو سحب منك يورو او دولار هو بيسحب يورو وبعد كده بيقوم مرجعه تاني بعديها بدقيقه، بس هو بيعمل الحركه دي علشان يعمل فيريفيكيشن يعني للكريدت كارد اللي انت حطيتها، فما تقلقش لو حصل معاك كده. المهم هروح املى البيانات دي وارجع لكم. بعد ما بتدخل الفيزا وتعمل لها فيريفيكيشن خلاص بيبعت لك الايميل دوت. هتخش على الايميل وهتدوس ساين ان. هو بيبقى هنا قايل لك الكلاود اكونت بتاعك، وهتشوف دلوقتي انا اقصد ايه. ولما بتدوس على ساين ان اللي هي دي بيفتح لك الصفحه دي اللي هتحط فيها اليوزر نيم. اليوزر نيم هو بيبقى مديهولك هنا اهو، تلاقيه كاتب لك اليوزر نيم، بتاخده تحطه هنا عادي واحفظه بقى وخليك عارفه يعني. والباسورد هو انت بتحط الباسورد اللي انت كنت حاططها وانت بتسجل في الاول، موضوع بسيط يعني. وبتدوس ساين ان، وبعد لما تدوس ساين ان انت كده خلاص عملت الحساب وجاهز ان احنا نعمل فيه الانستنس ونخش على الخطوات اللي بعديها. ولكن خليني اقول لك على حاجه، لان ممكن الصفحه دي ما تطلعلكش على طول، ممكن يطلب منك تعمل اوثنتيكيشن على الموبايل. ده بيبقى عباره عن تطبيق انت بتنزله خاص بيهم على الموبايل بتاعك، وكل لما تيجي تعمل ساين ان بيبعت لك الاوثنتيكيشن على الموبايل. بتدوس بس الاو وبتخش على التطبيق بتاعهم بتدوس الاو وخلاص كده. دي حاجة بس عشان الناس اللي هتواجهها يعني تبقى عارفة الحل بتاعها. بعد ما تخلص الكلام ده تخش على الصفحة دي اهي، دي الصفحة الرئيسية بتاعتهم. واوريك بقى هنعمل ايه دلوقتي. اما الخطوة اللي بعد كده ان احنا بنيجي على المنيو اللي على الشمال فوق، هندوس عليه وبعد كده هتدوس على كومبيوت، وبعد كده تدوس على انستنسز. بعد كده هتظهر معاك الصفحة دي. الصفحة دي مش هيبقى عندك اي حاجة فيها، انا عشان عامل قبل كده انستنس فظاهرة هنا، لكن هي عندك هتبقى فاضية. المهم هتيجي وتدوس على كريت انستنس، وعايزك بقى تركز معايا في الخطوات اللي جايه لان هي اللي فيها كل الشغل يعني. اول حاجه كده هتعملها هتصلي على النبي، وبعد كده هنيجي على النيم وهنغير الاسم ده وهنمسحه خالص وهنكتب ان سيرفر كده اهو. بعد كده هتقوم نازل معايا تحت، هتيجي على ايمج اند شيب. شايف تشينج ايمج دي؟ هتدوس عليها وهتختار الاختيار اللي انا هوريهولك دلوقتي ده، تاني اختيار ده. تدوس عليه وهتنزل تحت، هيظهر لك حاجات كتير قوي من دول، انا عايزك تفكك منهم كلهم وتختار اول واحد ده اللي هو ده. هسيب لك برضو الاسامي وكل حاجه في الفايل اللي بقول لك عليه، اللي هتقدر تنزله من اللينك اللي في الديسكريبشن او في اول كومنت. الخطوات هتبقى مشروحه يعني، مش هتبقى مشروحه بالتفصيل زي ما انت شايف في الفيديو ده، ولكن هتبقى ستيبس كده معموله عشان تعرف تمشي عليها. فلازم تخلص الفيديو لاخره عشان تبقى فاهم الستيبس دي بتتعمل ازاي يعني. بعد ما تختار هتدوس على سيلكت ايمج. بعد كده هننزل على الشيب، هتدوس برضو تشينج شيب، وهتختار الاختيارات دي فيرتشوال ماشين، هتختار امبير هنا، وهتختار الاختيار ده مفيش غيره اصلا هتدوس عليه، وهتدوس سيلكت شيب. كده انت تمام. تنزل بقى تدوس نيكست هنا اللي هي تحت على اليمين دي اهي، تدوس عليها هيدخلك على السكيورتي. السكيورتي مش هنعمل فيه اي حاجه، هنسيبه زي ما هو كده. تمام. هندوس نيكست، هيدخلك على النتوركينج. الخطوه دي مهمه قوي، دي اللي بتخلي السيرفر بتاعك متعرف عليه في النت يعني، ويب هوكس تشتغل والحاجات دي. فاللي احنا عايزين نعمله هنا اول حاجه ان احنا نسميها. هنيجي هنا عند الاسم وهنسميها برضو مثلا ان مثلا خليها في ان اي سي. تمام. بعد ما تسميها هتيجي تحت شايف برايمري نتورك دي، هتدوس على كرييت نيو فيرتشوال كلاود نتورك، وهتسيب الاسم زي ما هو مش فارقه، وهتسيب ده برضو زي ما هو، وكل حاجه هنا هتسيبها زي ما هي. كرييت نيو بابليك سبنت هتسيبها زي ما هي وهتسيب دي برضو، وهتنزل تحت. مش هتعمل اي حاجه في كل ده، هتنزل لحد اد اس اس اتش كيز. عايزك تخش هنا بقى، دي خطوه مهمه قوي. هتيجي على generate a key pair for me، وهتدوس داونلود برايفت كي، وهتدوس داونلود بابليك كي. بس خليني اشرح لك قبل ما ندوس عليهم اصلا احنا بنعمل ايه بدول ومحتاجينهم في ايه.
البابليك كي مش هنحتاجه في اي حاجه، بس خليه عندك للاحتياط يعني. البرايفت كي ده اللي احنا بنخش بيه على السيرفر بتاعنا دوت اللي احنا بنعمله، فانت محتاجه يعني، محتاج تنزله وتحطه عندك في الجهاز في اي حته. زي ما انت شايف لما بنزله بينزل عادي اهو. وهنزل برضو البابليك كي. تمام كده. وهنجيلهم دلوقتي يعني. المهم بعد ما بتخلص تنزيل بتدوس على نيكست، بيدخلك على الاستورج. عايزك تسيب نفس الديفولت سيتنجز اللي هي اول واحده معمول لها تيرن اوف، تاني واحده شغاله عادي تيرن اون، وتيرن اوف لتالت واحده. وسيب كل حاجه زي ما هي. بعد كده دوس نيكست. وبعد كده هيقول لك يعني تتشيك ريفيو كل الحاجات دي، اتاكد انها زي ما انا قلت لك بالظبط، مفيش اي حاجه مختلفه. ارجع وتاكد في الريفيو دي، وبعد كده دوس على كرييت. وهيعمل لك الانستنس. بعد ما بتدوس كرييت بيفتح لك الصفحه دي. هو دلوقتي بيعمل ايه؟ لو جيت على كرييت انستنس اللي تحت دي هتلاقي ان الستيت ان بروجريس، اللي معناها ايه؟ ان هو بيعملها دلوقتي. فانت هتستنى عادي جدا، وانت بالمره وانت بتستنى تعالى اوريك هتعمل ايه بالكي. فدلوقتي الكي ده انا لما نزلته في الداونلودز عادي خالص وسبته. فانا مش عايز اخليه في الداونلودز يعني، انه لازم يبقى محطوط في حته عارفها وكده، فاهمني؟ فهتاخده كوبي او هتاخده كات، وهتحطه في اي حته عندك في البي سي عادي. انا مثلا عامل هنا فولدر ان اهو، واقوم حاطه جواه بيست عادي جدا، وخليه هنا بقى، احنا هنحتاجه واحنا داخلين على التيرمينال في الخطوه اللي بعديها، وهوريك بنعمل ايه، بس خليك عارف مكانه طبعا. خلينا بقى نرجع على الانستنس، وهتلاقي ان هي خلاص اتعملت. بعد ما يظهر لك سكسيدد كده هتدوس على كرييت انستنس، وبعد لما تدوس عليها يفتح معاك الصفحه دي كده، معناها ان كل حاجه شغاله تمام. هوريك بقى هنعمل ايه دلوقتي. بعد كده انا عايزك تروح على المنيو زي ما احنا دخلنا في الاول، هتيجي عليه وهتدوس كومبيوت وبرده انستنسز، علشان يفتح لك بقى الصفحه بعد ما عمل الانستنس الجديده اللي هي برضو اسمها ان 10 سيرفر اهي، هتلاقيها راننج. هتخش عليها، وبعد ما تخش عليها هتيجي على نتوركينج وهتنزل تحت. تنزل تحت خالص لحد كويك اكشنز ديت، هتدوس كونكت وهتدوس كرييت، وهتستنى الحاجات اللي تحت دي تتحمل. اول ما تحمل كلها هتقوم دايس كلوز. بعد ما تدوس كلوز هيفتح معاك الصفحه دي، هتيجي هنا تحت وهتدوس عليها. وبعد لما بتدوس على اي بي ادمنستريشن بيفتح معاك الصفحه دي. انت ممكن تلاقي في حاجه موجوده هنا، لو لقيتها زي ما انا عندي كده اوتوماتيكلي اتعمل كده، انت وضعك تمام اصلا مش محتاج الخطوه دي. ولكن لو ما لقيتهاش هتيجي وهتعمل ايه بقى؟ هتدوس على assign secondary private IP address، تدوس عليها وهتنزل تحت لحد الحته دي. هما المفروض هنا بيبقوا 3 اختيارات، ولكن انا عندي 2 بس، علشان انا عمل لي اوتوماتيكلي البابليك اي بي. ساعات بيعملوا ساعات لا. لو ما عملوش هيبقى عندك اختيار تالت، هيبقى عندك اختيار تالت غير الاتنين دول، ده اللي انت هتبقى عايز تدوس عليه وهتسميه. ده يعني هيفتح لك اختيار تالت وهتكتب الاسم ايا كان الاسم اللي انت عايزه، وبعد كده هتدوس assign. الموضوع بيبقى بسيط يعني. بس انا مش هعمل الكلام ده عشان اوتوماتيكلي ظهر لي. لو انت طبعا واجهتك اي مشكله، سواء المشكله دي او مشكله غيرها، تقدر تسيب سؤالك في الكومنتات، وانا اعمل فيديو ارد فيه على كل الكومنتات، وارد على كل الاسئله في فيديو واحد عشان نشرح لكل الناس والكل يستفيد يعني. فابقى سيب لي كومنت لو واجهتك اي مشكله، ان شاء الله اساعدك. فبعد ما بتخلص الخطوه دي، سواء ظهرت قدامك على طول زي كده او عملت assign secondary private IP address، تمام. بعد لما تخلص تقوم طالع تاني على الانستنسز، وهتدوس على الانستنس بتاعتك، وهتيجي تاني على نتوركينج وهتدوس على اللي هي دي السبنت دي، تدوس عليها. بعد ما تفتح لك السبنت عايزك تدوس على السهم ده ويفتح معاك الصفحه دي. عايزك بعد كده تروح على السكيورتي، وهندوس على create security list. احنا هنعمل كام خطوه مهمين جدا لازم تركز فيهم. بعد ما تدوس على الصفحه بيطلع لك اول حاجه النيم، هتسميها هنا اي حاجه، انا سميتها ان security. وبعد كده هتدوس على ديت. خليني اقول لك بقى هنكتب ايه في الحاجات اللي قدامنا دي. اول حاجه هتيجي في السورس هنا وهتكتب الاصفار دي بنفس الشكل ده بالظبط، وهتعمل دي على تي سي بي، هتخليها كده زي ما هي بالظبط، ما تغيرش فيها حاجه. السورس بورت رينج مش هنكتب فيه اي حاجه، هنسيبه زي ما هو. اما الديستنيشن بورت رينج هنكتب فيه 80، وهنكتب في الديسكريبشن اتش تي تي بي، هتخليها كده. بعد كده تنزل تحت وهتدوس add another ingress rule، عشان هنعمل 3 من دول. الرول ده هنعمل فيه نفس الكلام بالظبط. السورس هيبقى برضو نفس الاصفار، الديستنيشن بورت بس الرقم بدل 80 هيبقى 443، والديسكريبشن هنخليه HTTPS. ودلوقتي هنعمل اخر رول معانا، هتدوس برضو add another ingress rule. الرول التالت هنحط فيه السورس نفس الفكره، نفس الاصفار بالظبط، مفيش حاجه هتختلف. الديستنيشن بورت هنحط الرقم ده 5678، والديسكريبشن اكتب ان دايركت اكسس. وبعد كده هتدوس كرييت سكيورتي ليست. كده انت عملت كرييت للثلاثه رولز دول. بعد كده اما تخلص الخطوه دي احنا جاهزين ان احنا نقفل اوراكل تماما ونخش على التيرمينال لاخر خطوه، وان احنا ننزل ان على السيرفر ده عندنا علشان يشتغل 24 ساعه. فخلينا بقى نكمل يا شباب. احنا دلوقتي هنروح على التيرمينال وهنكتب فيها اللي قدامك ده، بس الاول خلينا افهمك ايه اللي احنا بنعمله. اول حاجه انت عندك هنا الباث اللي هو ده، من اول هنا كده لحد من اول سي لحد 2، ده بيبقى الباث اللي انت حطيت فيه البرايفت كيز اللي انا قلت لك عليها. فانا دلوقتي هروح عليه وهوريك بتجيبه منين. انت هتخش عادي جدا على المكان اللي انت حطيت فيه البرايفت كيز فايل، وهتقوم دايس عليها دوسه كده، وهتيجي على بروبرتيز دي،
تدوس عليها بعد كده يظهر لك اللوكيشن ده اهو. اللوكيشن ده هتاخده كوبي، وهتروح على النوت باد بتاعتك تحطه بيست مكان الكلام ده. اما بالنسبه ليور كي اللي هي دي، ده بيبقى اسم الفايل. احنا هنروح برضو نجيبه من البروبرتيز، هترجع على هنا وهتقوم جايب البروبرتيز تاني، وهتلاقي الاسم اهو فوق، هتقوم واخده برضو كوبي، وهترجع على النوت باد بتاعتك تحطه بيست هنا اهو. ودوت كي دي خليها زي ما هي. اما بالنسبه للبابليك اي بي ده هقول لك بتجيبه منين. ده بتروح على الانستنس بتاعتك عادي زي ما قلت لك، بتخش المنيو وبعد كده كومبيوت بعد كده انستنس، وبتدوس على الانستنس بتاعتك اهي، وهتروح على نتوركينج عادي جدا زي ما عملنا في كل الخطوات اللي فاتت. هتلاقي البابليك ادرس اهو، تلاقيه ظاهر قدامك اهو، هو ده اللي انت هتاخده كوبي. هتاخده كوبي ترجع على النوت باد وتحطه بيست، وده كده الكوماند اللي احنا هنحطه في التيرمينال. فانا دلوقتي رحت على التيرمينال اهو، هعمل بيست للكوماند اللي احنا لسه عاملينه مع بعض ده، وانا وريتك ازاي بتعمله، وبرده هتلاقيه في الفايل اللي قلت لك عليه، هتنزله تحت من اللينك اللي في الديسكربشن. هندوس انتر. بعد ما تدوس انتر هيطلع لك اللي قدامك ده، هتكتب يس وهتدوس انتر تاني. وبعد لما تدوس انتر هيطلع لك ده، هتكتب الكوماند دوت. طبعا ما تقلقش، كل الكوماندز دي بالترتيب بتاعها بالظبط هتلاقيها في الفايل اللي قلت لك عليه، زي ما بقول لك كل شويه في الفيديو الفايل، علشان ما تبقاش قلقان وانت قاعد بتتفرج. كده كده هتعرف تاخد الكلام ده كوبي بيست وانت بتشتغل عادي جدا. المهم هنحط الكوماند ده وهندوس على انتر. بعد كده هنكتب الكوماند اللي بعديه اللي هو دوت، وهندوس انتر برضو. وبعد كده الكوماند اللي بعديه وانتر برضو. وبعد ما تدوس انتر هيفتح معاك الواجهه دي، وبكده احنا جاهزين ان احنا ننزل دوكر على السيرفر بتاعنا. وهنعمل بيست للكوماند دوت، هندوس انتر. بعد ما يخلص التحميلات هنعمل الكوماند اللي بعديه. زي ما انت شايف هو الموضوع يعني انت بتقعد تحط كوماندز وتستناها تخلص وبعد كده تحط اللي بعديها وهكذا. الشغل في التيرمينال مش صعب، المهم بس ان انت تجيب الكوماندز ديت وما تقلقش، يعني انا هسيب لك كل حاجه، فاتفرج وانت مطمن للاخر علشان في خطوات لسه جايه هنعملها لازم تفهمها. وبعد كده خش على اللينك اللي تحت، نزل الفايل وتعمل انت بقى، وارجع للفيديو لو مثلا عطلت في حاجه. ولو عطلت في حاجه مش موجوده في الفيديو خالص، مشكله واجهتك انت شخصيا، سيبها لي في الكومنتس وما تقلقش، هرد على كل الكومنتات في فيديو مخصص للكومنتات بس. لو لقيت الكومنتات كتيره يعني هعمل فيديو احل لكم المشاكل بتاعتكم كلها ان شاء الله يعني. فهنا خلينا نخش على الكوماند اللي بعديه، والكوماند اللي احنا هنحطه دلوقتي ده هو اللي بينزل دوكر على السيرفر بتاعنا. انا دلوقتي حطيت الكوماند اللي قدامكم ده المسؤول ان هو ينزل دوكر على السيرفر. وبعد كده الكوماند دوت وهندوس انتر برضو هينزل الكلام ده، وهنخش بعد كده نحط الكوماند اللي بعديه، وهنفضل في الليله دي لحد ما نخلص يعني كل الكوماندز اللي علينا. احنا كده يا شباب على فكره نزلنا دوكر عندنا على السيرفر، بس خلينا نعمل الكوماند ده علشان نتاكد ان هو نزل تمام. والكوماند اللي انا دخلته قدامك ده كان اخر كوماند هنكتبه هنا. احنا دلوقتي هنروح على دوك دي ان اس، هنخش عليه وهنسجل. وبعد لما بتسجل على دوك دي ان اس بالجيميل بتاعك بيدخلك على الصفحه اللي قدامك دي. هنا انت بتكتب السب دومين، بتسميها اي حاجه انت عايزها، ده هيبقى زي الدومين بتاعك بس هو سب دومين. مش لازم تبقى فاهم قوي انا بتكلم عن ايه، بس هنا عموما انت تقدر تحط اسم يعني. خلينا نقول مثلا خليه على اسمك حتى عادي. دي كده زي لما مثلا بتحط اليوزر نيم بتاعك في كلاود ان وبتلاقيه بعد كده في اليو ار ال بتاعك. المهم انت بعد ما تكتب اي اسم انت عايزه هتدوس اد دومين اللي هي دي. وبعد لما تدوس اد دومين هيظهر معاك اللي قدامك ده الكارنت اي بي ومش عارف ايه الكلام ده كله. انت عايز بس تيجي هنا على كارنت اي بي دي وتمسح الكلام ده، تحط البابليك اي بي اللي احنا جايبينه من اوراكل. فانا حطيت بتاعه اهو هنا. وبعد ما بتحطه بتدوس ابديت اي بي، وكده انت خلصت. كده الدومين بتاعك هيبقى ده عشان الويب هوكس تشتغل. فانت عايز تاخد ده كوبي بيست وتخليه عندك في اي حته، تحطه في نوت باد او في اي حته عندك في النوتس. هتروح على التيرمينال وهتعمل بيست للكوماند ده. بعد ما خلصنا هندخل الكوماند اللي بعديه، بس عايزكم تركزوا في الكوماند ده بالذات لانه مختلف شويه. هوريكم دلوقتي اللي بيحصل. بتدوس بيست وبيظهر معاك اللي قدامك ده. فانا عايزك تمسح كل اللي قدامك ده، هنمسحه مش عايزينه خالص. بعد ما تمسحه خالص هتكتب اللي انا هكتبه الوقت ده، هتكتب الدومين بتاعتك اللي احنا عملناها من دوك دي ان اس، وبعد كده هتفتح القوسين وتعمل ريفرس بروكسي. وطبعا هسيب لك كل الكلام ده في الفايل فما تقلقش يعني. بتدوس كنترول او بعد كده بتدوس انتر. كده انت عملت له سيف. علشان تطلع بقى بتدوس كنترول اكس، وكده انت طلعت. بعد كده هنخش على الكوماند اللي بعديه، والكوماند اللي بعديه برضه هيظهر معاك الكلام دوت. طالما هنا مكتوب اكتف راننج يبقى احنا كده تمام، مش محتاجين نعمل اي حاجه هنا تاني. هندوس كيو، ولما بتدوس كيو بتطلع من الموضوع ده. بعد كده هنحط الكوماند اللي بعديه، وبعد ما يطلع لك الكلام اللي قدامك ده هتخش على الكوماند اللي بعديه، تعمل بيست وهتدوس انتر. والمفروض ان انت هتلاقي عددهم هنا زاد، بقوا 8 بدل ما هم كانوا 5 فوق زي ما انت شايف. من 5 بقوا 8 لان احنا ضفنا الثلاثه رولز اللي كنا عاملينهم في اوركل كلاود. بعد كده هندخل الكوماند اللي بعديه،
والخطوة دي يا شباب هي الخطوة قبل الأخيرة، الخطوة اللي خلاص دوكر فيها بينزل وبيتحط على السيرفر بالظبط. بعد ما نخلص الخطوة دي هنحط كوماند بس عشان نتأكد منه إن السيرفر مفعل دوكر والدنيا تمام. وبعد كده نخش على اليو ار ال ونشوف ان هو شغال جوه والدنيا كلها هتبقى شغالة بإذن الله. فأنا هرجع لكم بعد ما التحميل ده يخلص. ودلوقتي اهو التحميل خلص، هنروح على آخر كوماند. الحمد لله أخيرا خلصنا. الفيديو كان طويل شوية أعتقد. هنحط بيست وهندوس انتر وكده هو اتأكدنا إن هو شغال والحمد لله شغال. وهنروح بقى دلوقتي على السيرفر بتاعنا اوريك بيبقى شغال ازاي. وبالمناسبه دلوقتي انت خلاص تقدر تقفل التيرمينال، مش محتاجينها تاني، وهتروح على اي براوزر وتكتب اليو ار ال اللي احنا كنا جايبينه من داك تي ان اس. انا هكتب بتاعي اهو وهخش عليه هيدخلني على ان ات ان. وزي ما انتم شايفين يا شباب بيفتح لك صفحه ان ات ان تقدر تسجل فيها وتستعمل ان ات ان زي ما تحب بقى، خلاص مجانا 100% معاك. ولكن قبل ما اسجل بياناتي واخش عليه عايز اوريكم حاجه كنت ناسي اعملها، كانت عامله لي مشكله، كانت بتخلي السيرفر ما يخشش على طول. هوريها لكم دلوقتي. فانت عايز تيجي هنا على instances compute. طبعا حاجه انا نسيت اعملها كان المفروض نعملها قبل ما نخش على التيرمينال، ولكن خليني اقولها لكم دلوقتي يعني عادي. هندوس على الانستنس بتاعتنا وهتخش على networking وهتنزل تحت على السبنت. انا كنت ناسي بعد ما عملت الثلاثه رولز احطهم في السبنت، كنت عملتهم في security list بس نسيت احط security list ذات نفسها في السبنت. فانت بتخش على السبنت عادي وبتيجي على security. انا بقى كنت ناسي احط ان سكيورتي ديت، رحت حطيتها دلوقتي. ولكن لو انت برضو كنت ناسي زي عادي هتدوس على اد سكيورتي ليست وهتلاقيها في الاختيارات. بس انا عشان اوريدي حطيتها فهتلاقي نو ماتشز فاوند، بس انت هتلاقيها عندك هتقوم دايس عليها وهتقوم دايس تحت على اد سكيورتي ليست هتلاقيها ظهرت عندك هنا اهو، وهتلاقي الاثنين افيلابل. ده كده معناها ان انت خلاص السكيورتي ليست اشتغلت. وبعديها هتخش على اليو ار ال عادي جدا هتلاقي ان شاء الله شغال معاك كده. فانا اخش دلوقتي واسجل بياناتي عشان نتاكد ان هو شغال 100% مجاني. بعد ما بتحط بياناتك بيخليك تملى الكلام ده، تخش هنا وتحط اي حاجه مش فارقه، وبيقول لك بس تفصيل عنك يعني، وبيقول لك ازاي عرفت ان والحاجات دي، وهتحط اي حاجه وتدوس جيت ستارتد. بعد كده هتيجي هنا مهم قوي الموضوع ده، هتدوس على send me a free license key. ديت بتبعت لك على الايميل كي معين. الكي ده بتحطه علشان تاخد كل الحاجات اللي هي مدفوعه في كلاود على ان تاخدها هنا مجانا بما انك عامل لوكال هوستنج. فانت هتدوس على الاختيار ده وبعد كده هيدخلك ويبعت لك على الايميل. هتروح بعد كده عندك على الايميل اوريك هيبقى عامل ازاي. وهتخش على الايميل اللي انت سجلت بيه هتلاقي باعت لك هنا اهو your license key. هتاخد الكي ده كوبي وهتروح على ان هنا في السيتنجز، هتدوس على السيتنجز وهتدوس على usage and plan. بعد لما تدوس عليها تيجي هنا على enter activation key، هتدوس عليها وهتحط الكي اللي انت جايبه من الايميل بيست وهتدوس activate. وكده خلاص مفيش اي حاجه ثانيه فاضله. انت كده ان شغال عندك. لو عايز تجرب الويب هوكس، لو عايز زي ما انت شايف انا مش فاتح اصلا دوكر خالص، ولو عملت مثلا اوتوميشن وعملت لها بابلش وقفلت الجهاز بتاعي يبقى شغال برضو ان شاء الله. يعني كل حاجه شغاله معاك والويب هوكس شغاله والكريدنشالز كل حاجه شغاله مجانا 100%. وخلينا ندي تجربه سريعه كده. طبعا انت لما تيجي تخش بقى كل لما تيجي تخش هتحط في البراوزر بتاعك اليو ار ال اللي هو ده كده هتحطه ايا كان بقى الداك دي ان اس بتاعك عامل ازاي، بتحطه في البراوزر وبيفتح على طول، بس بتسجل يعني بالباسورد بتاعتك والحاجات دي فخليك فاكرها. فخليني يا شباب اجرب معاكم الويب هوك قبل ما نقفل الفيديو علشان نتاكد ان كل حاجه شغاله 100%. وزي ما انتم شايفين انا مش فاتح دوكر فاحنا كده متاكدين ان هو شغال 24 ساعه من غير دوكر، وحتى لو قفلت جهازك هيشتغل برضه باذن الله. فما فيش كده حاجه نجربها غير الويب هوكس والكريدنشالز بقى اكيد زي الويب هوك هتشتغل معاك ان شاء الله. فانا عايزك تيجي هنا على الويب هوك نود ديت وتاخد الويب هوك ده كوبي. انا هجرب هنا في تالي هكونكت الويب هوك ده عادي، احطه هدوس كونكت. فانا هنا حطيت الويب هوك تريجر وهروح دلوقتي وادوس اكسكيوت ورك فلو. والمفروض اول ما املى الفورم في تالي هنا الويب هوك بتاعنا ينور اخضر ويلقط الداتا. ده كده هيبقى معناها ان الويب هوك شغال تمام 100%. فنروح دلوقتي ونملى الفورم ده وندوس سبميت. وزي ما انتم شايفين اول ما عملت سبميت على طول راح الداتا مبعوثه تقريبا في ثانيه. فالويب هوك شغال بنفس السرعه بتاعه ان كلاود وشغال زي ما انتم شايفين. لو عملت كده بدوكر بس مش هيشتغل معاك الويب هوك. وانا عايزك تجرب يعني. احنا الاول بننزله على دوكر زي ما شفت اول خطوه خالص لما قلت لك خلي دوكر شغال، ودخلنا على التيرمينال وظبطنا كام حاجه وسجلنا اول مره خالص. عايزك اول مره خالص دي تخش على ان لو عايز وتجرب الويب هوك مش هيشتغل معاك. ولو جربت كريدنشالز تانية مش هتشتغل معاك زي جوجل شيتس وغيرها مش هتشتغل. لكن لو عملت الطريقه اللي انا قلت لك عليها وخلصت كل الخطوات اللي فاتت ديت والتيرمينالز وعملت كل الكلام ده هيشتغل معاك الويب هوك، وهيشتغل زي ما انت شايف ان ودوكر مقفول واللابتوب حتى لو قفلته خالص
وعملت اوتوميشن، عملت لها ببلش، هيشتغل معايا برده 100%. وبكده انت بقى عندك N8N شغال مجانا، الويب هوكس شغاله 24 ساعه، كل حاجه شغاله زي الكلاود بالظبط بدون ما تدفع حتى جنيه واحد. فلو عجبك الفيديو ده واستفدت منه حاجه، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. ولو حبيت تساعدني اطور المحتوى ده، هتلاقي الروابط كلها في الاباوت بتاعت الشانل بتاعتي. ولو حد عنده اي اسئله او واجهته اي مشاكل او محتاج اي حاجه، يكتب لي في الكومنتات وان شاء الله هرد عليها كلها. ولو لقيت الكومنتات كتير، هبقى اعمل فيديو منفصل ارد فيه على الاسئله في فيديو، واحل لكم المشاكل يعني، عشان تبقوا شايفين بتتحل ازاي قدامكم. وبس كده، احنا خلاص خلصنا الفيديو الطويل ده. ان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.